إذا صباح الخير مشاهدينا الكرام، متواجدون اللحظة بدار الشباب الشهيد محمد أرزقي ببلدية بوعنداس ولاية سطيف، أين سنشارك المدرسة القرآنية محمد بوسليماني التابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية ببلدية بوعنداس في هذه المسابقة، مسابقة أكيد لتجويد القرآن الكريم. أين سيطلعنا عن هذه المسابقة. صباح الخير أستاذ عبد الكريم، شكرا جزيلا على تواصلك معنا في هذا النقل لجريدة سكوب نيوز الإلكترونية. هو أنا فقط هي المسابقة أجريت على مرحلتين. نعم. المرحلة الأولى كانت في 21 فبراير. نعم. وهذا اسمه الدور الأول، والدور الثاني تم اليوم 15 مارس، يعني يوم 15 مارس. اليوم هو يوم حفل تكريمي للفائزين والمشاركين في هذه المسابقة. نعم. المشاركون في هذه المسابقة هم كثر الله يبارك. نعم. هذه المسابقة في طبيعتها تاسعة، كل سنة تشهد تطوير وتحسين. هذا الموسم اعتمدنا يعني هنا كان رمضان وكان الامتحانات. اعتمدنا اختيار كل معلم وكل امام في المسجد يختار لنا فئه من هي المسابقه فيها 5 فئات. كل فئه يختار منها فردين للمشاركه معنا. اي زبده المساجد التي ستشارك معنا. وشارك معنا 72 طالب وطالبه من 3 دوائر: دائره موكلان، بلديه تلفاس وموكلان، ودائره بوعنداس في 4 بلدياتها: بوسلام، إثمال زاده، التيزي، بوسلام، بوعنداس مركز. وكذلك التي عادت مشاركتها هي دائره خراطه، أي مجلس نضلة بذاع البعيد. فشاركوا في هذه المسابقة. الآن هو يوم تكريمي لهؤلاء الطلبة والطالبات الفائزين في المسابقة. إذا شكرا لك جزيل الشكر أستاذ مرابطين عبد الكريم على هذه التوضيحات التي قدمتها لنا عن هذه المسابقة. إذا سنبقى في اتصال معك خلال مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. إذا مشاهدينا الكرام، هذا ما لدينا اللحظة. سنوفيكم بتفاصيل هذه المسابقة خلال محطاتنا الإخبارية القادمة بحول الله. العودة إليكم زملائي في الاستوديو المركزي.